صندوق النقد الدولي هذا لي كريدي كامل اللي تعطى، هذا لا لين دو كريدي مرتبط بالمتغيرات المناخيه. هذه المتغيرات المناخيه من اجل الحد منها خص المغرب يلتزم مجموعه ديال الحوايج. لذلك كاين واحد التقرير مطلوب ان المغاربه كاع يشوفوه. وهذا تقرير صندوق النقد الدولي اول شيء باش حتى واحد عاوتاني غدا ما يجي ويقول لك نتوما خديتو درتو منين جاك داك التقرير شكون اللي دار، غادي نعطيك تقرا واحد لابارتي. هنا شنو كاين؟ قرا لي غير هذا تماشيا زيد. تماشيا مع السياسة الشفافية التي ننتهجها فإن نسمح بنشر خطاب النوايا هذا ومرفقاته بالإضافة إلى تقرير الموظفين المصاحب. شكون اللي موقع؟ عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، لا نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. إذا حنا كنستعملوا هذا لو دوكيمون وفق هذا القرار، ماشي خديناه ما بيراطيناه ما شنو فيه؟ هنا كاين مجموعه ديال القرارات اللي فاش نهضروا على ان الدوله انها ما كتطبق السياسه ديال صندوق النقد الدولي، تيقول لك لا انتم كتبالغوا. واخا قرا لي هنا شنو كاين. هذه لابارتي مرتبطه برجال التعليم. وقد تم فعل استخدام السجل للتحقق من صحه نقل اولئك الذين كانوا من غير الرامي يستفيدون سابقا واخا الى نظام التامين الصحي الالزامي الجديد امو تضامن المربع جوج. وفي ديسمبر 2023 اعلنت السلطات المغربيه عن اصلاح النظام الاساسي للمعلمين الذي يهدف الى تحسين جوده التدريس من خلال ربط الاجر بالتكوين والاداء المستمر. بعد تفعيلها العام الماضي أصبحت الوكالة الوطنية لإدارة السجل مشاركة الدولة. بمعنى يعني كاع ذاك النقاش اللي كان حول التعليم هم ليه صندوق النقد الدولي كيسلفوهم باش يديروه. إذا فاش نقولوا أن الحكومة غير قادرة على أنها تبلور سياسة واضحة تيقولوا لنا لا. دابا الصندوق الدولي كيحكم في المغرب طبعا، هو اللي تيقول كل شيء. أنا نجيك لحاجة أخرى كاع دابا داك الشيء ديال المعلمين صندوق النقد الدولي اللي هاد زيادة المعلمين وحنا علاش كيديروا هادو عندنا ما فهمتش كيطبقوا داك الشيء اللي تيتقال لهم. لأن ذاك النهار فاش كنا كنهضروا كنا هضرنا على البوطة. قلت انا هنا غادي تزاد ومن بعد خرج بيتاز قال لك لا ما كاين لا زياده لا والو. ستصدر وزاره الاقتصاد والماليه قرار ستصدر وزاره الاقتصاد والماليه قرار وزاري بالغاء الدعم التدريجي عن الغاز البيوتان اعتبارا من 2024. يعني قرارات هذا ديال صندوق النقد الدولي كلشي حتى البوطه كلشي. هنا ستقوم وزاره المياه، ستقوم وزاره الماليه، سيقوم بنك المغرب باصدار مبادئ توجيهيه ستقدم. اذا هذا هو خطاب النوايا، وما فيه ماشي فقط خطاب ديال هكا. انت قرا هنا شنو كاين هنا فبراير 24 فبراير 24 فبراير 24 فبراير 24 سبتمبر 24 سبتمبر 24 فبراير 25. لاجوندا ماشي فقط الاملاءات محدده بايام وباجنده محدده جدا. اذا فين كاينه السياده ديال المغرب في هذا الشيء. الا كانت هنا ها هو مثلا كنهضروا على 2025 ها هي فبراير 25 فبراير 24 فبراير 25 ستقوم الوكاله الوطنيه للطاقه المتجدده بنشر تعريفات وصول منتجي الطاقه المتجدده. هذا الشيء ديال فيكيك وهاد الشركات ديال اللي غادي تكلف بالتدبير ديال الكهرباء والتدبير ديال الماء نتيجه لهذا الشيء. هادو هما لي زونغاجمون او التزامات الدوله تجاه صندوق النقد الدولي باش تاخذ القرض. كتقول لي غادي نحيد دوك الوكالات وغادي ندير شركات، وديك الساعه الاثمنه ديال الكهرباء غادي تبقى تغير بشكل كبير جدا هي وديال الماء وفق الاحتياجات اللي كاينه. بشي بلاصه اخرى اكثر من هذا واحد القراءه عجيبه غريبه الاحتجاجات ديال الاساتذه اللي وصلتني مؤخرا، هو ان الحكومه المغربيه اشرفت وسهرت على استمرار احتجاجات النساء ورجال التعليم مؤخرا 3 شهور. قال لك علاش؟ هي باش يضغطوا على المؤسسه الماليه باش يسلفوا باش يشتموا. هنا عاوتاني مثلا هنا ستقدم وزاره الماليه في قانون الموازنه اصلاحا يلغي تدريجيا نفقات الضريبه البيئيه الحاليه من خلال زياده معدل الضريبه على المنتجات الوقود الملوثه. المازوت وداك الشيء غادي تزاد. الطوموبيله ديال اللي كتمشى بالمازوت غتزاد عليها الضريبه العام الجاي. اذا هادشي كامل هذا هو هادشي اللي كيدير صندوق النقد الدولي. كارثه. اذا بالنسبه لنا حنا كنظن بلي مابقاوش نهضروا مع الحكومه، نهضروا نيشان مع صندوق النقد الدولي.
ويجي يترشح هنا ونصوتوا ونقولوا ليه اودي اش خصك دير اشنو ما خصكش دير. نو انا فقط جبت هذه الامثله باش نبين بلي بعض المرات كيجيو تيقول لك حنا درنا واحد القرض درناه هذه درناه هذه، ولكن ما تيقولوش لنا اشنو هي التبعات ديالو، شو الثمن. طبعا هادشي ديال الحمايه الاجتماعيه، هادشي ديال لامورس العدد ينقص اللي كيستافدوا من العلاجات بالمجان خصها تبدل، هادشي كله كاين في التقرير اللي خص المغاربه كاع يقراو.